ربنا جل وعلا يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله، هذا السبيل الذي أمرنا الله جل وعلا بسلوكه، هو السبيل الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونهانا جل وعلا عن سلوك سبل هي سبل أهل الأهواء والبدع، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فمن أجابه يا عباد الله هلك في الدنيا والآخرة. سود الله جل وعلا وجهه، لأن الله جل وعلا يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا يا أمة الإسلام من الابتداع في الدين، فقال محذرا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله جل وعلا ولو كانت نيته حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، يقول صلى الله عليه وسلم: كأنه منذر جيش. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد وعظ أصحابه يوما بعد صلاة الفجر موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قال لهم موصيا بعد طلبهم ذلك: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته واتبع طريقة غيره ممن أحدث في الدين وابتدع، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فليس مني. وهي كلمة عظيمة يا عباد الله، صاحبها تبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرده، ويذاد عنه، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام يعرف أقواما من أمته آمنوا به وثبتوا على السنة، لكن جاءوا من بعده يعرفهم بالغر والتحجيل من آثار الوضوء، يردون حوضه صلى الله عليه وسلم. أتدون لماذا؟ لأنهم ثبتوا على السنة يا عباد الله، وعضوا عليها بالنواجذ حتى لقوا نبيهم عند الحوض. هم قوم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وددنا أنا قد رأينا إخواننا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا أن جعلتنا ممن آمن به، ونسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، وأن تثبتنا على ذلك حتى الممات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.